رجعنا تاني بعد الفاصل مع الدكتور. الفرق بقى بين اللم واللن. الفرق بينهم كبير قوي، انك انت لما تعمل حاجه وتقول اصل الحاجه الفلانيه لن تحدث، ده نوع من التنبؤ المستقبلي يقبل الصواب او الخطا. لان هنا يعني هتبقى الناس معاك في حاله شك، هل انت على حق ولا مش على حق، لان حاجه لا يمكن اثباتها، استحيل اثباتها، لانك انت ما تعرفش اذا كان ده هيحصل او مش هيحصل، ولا احد يدعي ذلك. انما انت لو خرجت عشان لم تحدث، هنا بقى الناس مؤيده ليك، لان الواقعه حصلت وانا عرفت انها لم تحدث. فاحنا كان دايما التحرك على لن، يعني طول الوقت اصل المجلس مش هيعمل، العسكري مش هيعمل، مش هيعمل انتخابات، فانت دايما بتطلع كانك بتقول مقدما انا صور من دلوقتي لاحسن ما يحصلش، فده ملوش منطق. زائد ان الناس هتنهك، يعني انت بتدخل الناس في سباق جري ملوش اخر. طب هل حضرتك تعتقد ان ده حصل مثلا لانه الفرق ما بيننا وبين تونس في الثوره انه تونس طلعت وخلصت واحنا لسه ما بنعملش اي حاجه، فالناس فاقده كمان الثقه؟ خلي بال حضرتك انه اكيد احنا كشباب فاقدين الثقه. بس عايز اقول لك حاجه، انت دلوقتي ليه الاتجاه كله المكسب اسلامي؟ عشان في الوقت اللي انت كل الفكر الليبرالي بيفكر في امبارح، كان هم بيفكروا في بكره. يعني انت قاعد تفكر تقول لازم اعاقب واحاسب واعمل ومحاكمات وتعمل الصور، انت مشغول قوي بكده، وهم قاعدين بقى بيتقربوا من الناس وبيبنوا سكاكهم وبيفكروا في المستقبل. فانت شغلت نفسك قوي بالماضي، ودي عاده مصريه، يعني عايشين طول عمرنا على حس حضاره 5000 عام، احنا ولاد الفراعنه، وهم فكروا انهم بكره عايزين يكسبوا. المره الجايه انت هتفكر في بكره لانك اتعلمت الدرس، وده مهم قوي كان انه يحصل دلوقتي، يعني انك تتعلم الدرس ده. زائد برضو في فارق ما بين دلوقتي وما بين يناير، 11 فبراير، فرق يناير، ما هي على 25 يناير. هي الفرق كبير جدا، بس ما حدش انتبه له في المره الاخرانيه. هناك فارق ما بين ان تصور في وجود شعب مقدم على اليأس، او ان تصور في وجود شعب مقدم على الامل. يعني انت في يناير كان الشعب مقدم على اليأس خلاص، هو ما بقاش عنده امل، فانت بتصور فكل الشعب يجي وراك. دلوقتي الشعب مستني الانتخابات، فانت بتصور فهو مقدم على الامل، فمش عايزك، مش عايز ثورتك، بالعكس يبقى معادي لثورتك. فكان في خطأ تكنيكي في اختيار التوقيت ايا كانت النتائج يعني، وده خطأ مش قليل، ده خطأ كبير جدا. لان في الاخر الكتله بتاعت الثوره اللي هي الشعب نفسه، باول مره كانت كلها معاك، بتاني مره بقت مش معاك، لان هي اصبح الموضوع انك انت دلوقتي بتقهر املهم اللي هم قعدوا مستنيين الفتره اللي فاتت، يعملوا ما ان في انتخابات، هم قاعدين مستنيين انتخابات عشان هي الامل. دلوقتي شفت الاقبال شكله ايه يعني. فانت لما تيجي تصور قبل الانتخابات مباشره، هيتبص لك على انك بتحاول تعوق. انا عارف ان ده ما كانش الهدف، بس هتبص لك على انك بتحاول تعوق الانتخابات، فانت بتضرب الامل. هنا بيتحول الامر لتحول عكسي، وكان ينبغي ادراك ذلك، لان الفرق كبير جدا في الحالتين. الفرق هو شعب، يعني زي ما اتفقنا ان يعني مظاهره معاها شعب تبقى ثوره، وثوره ينسحب منها الشعب ترجع مظاهره، فانت حولتها لمظاهره دون ان تدري. وكان ينبغي ان تصبر قليلا علشان يبقى لك قوه الحدث يعني، ولكن واضح ان مفيش قائد للثوره، فده عامل. طيب انا دكتور نبيل، احنا هننهي الجزء ده، والجزء اللي جاي هيكون معايا استاذ محمد النجار، هيكون مع الدكتور نبيل فاروق. هو محمد شايف انه اللي بيحصل النهارده في التحرير ده لازم يستمر، واحنا لازم نضغط على المجلس العسكري لان احنا لسه لينا طلبات، فخلينا نشوف محمد هيقول ايه. اطلع فاصل وارجع تاني مع الدكتور ومحمد النجار.